السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما بنشوف الهنود بياكلوا شطة كتير على عكس باقي العالم، وأي حاجة بنجيبها من السوبر ماركت بيبقى مكتوب عليها هندية، بنعرف إنها مولعة شطة بطريقة غير عادية. طيب يا ترى ليه هما بيحبوا الشطة كتير كده؟ وليه بياكلوها بالطريقة الفظيعة دي؟ ده اللي احنا هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس في البداية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. جاهزين؟ يلا بينا. الهند دولة كبيرة، وهي أكبر دولة في العالم من حيث السكان، لدرجة إن عدد سكانها السنة دي وصلوا لمليار و428 مليون نسمة. أنت متخيل الرقم؟ مش بس كده، الهند ملهاش لغة معينة، إنها بتتكلم أكتر من 100 لغة، منهم 22 لغة أساسية. الهند بتتعلق بالبهارات بشكل كبير، ومش بالشطة بس، وده لأن الهند هي بلد البهارات، وده معروف من زمان. في العصور القديمة كانت الهند مصدر رئيسي للبهارات، وكان بيتم تصديرها لجميع أنحاء العالم. ومن ضمن البهارات اللي كانت بتصدرها الهند الشطة، العنصر الرئيسي في الأكل عندهم. ومع مرور الوقت اتعود الهنود على استخدام الشطة في الأكل، وده كان سببه النكهة، لأن الشطة بتدي نكهة مميزة للأكل، والناس اللي بتحب الشطة عارفة الكلام ده كويس. تاني حاجة الصحة، وده لأن الشطة ليها فوائد صحية كتير، زي تقوية جهاز المناعة وتحسين جهاز الهضم وغيرهم. الهند بلد درجة الحرارة فيها مرتفعة، وده بيخلي الناس يفضلوا الأكل الحار عشان يقدروا يحافظوا على برودة أجسامهم. والشطة طبعا بتساعد على العرق، وده بيساعد على خفض درجة الحرارة. غير كده الأكل الحار هو جزء من الثقافة الهندية أصلا، وده لأنهم بيعتبروا الأكل الحار علامة على الكرم والضيافة عندهم. ولو انت هناك وحبيت تاكل أي حاجة لازم ينزل معاها شطة. وبكده تكون حلقتنا خلصت. في النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء.